ومعانا فيديو جميل للقطقوطة، فيديو بعنوان يا صغيرة على الهم يا لوزة. بصوا قمر يا ناس، والبيبي القمر اللي يجنن. حتى لو الفيديو دوت معمول علشان شو شهرة وهزفاني زي ما بنقول، بس جميل، بنوتة جميلة. يسخضنا يا ناس، يسخنا. بصوا الجمال والحلاوة. متعودة وهو واخد عليها جدا، اخوها واخد عليها جدا. بص بقى، بتغير له البامبرز وبتسكته وبتاكد له يا روحي يروح حتى وهي في الحمام. جميل. انا بيعجبني فيديوهاتهم مع اولادهم، هم بيحاولوا بقدر الامكان يخلوهم يعتمدوا على نفسهم، بس مش لدرجة ان بنت حوالي 7-8 سنين، ما تزيدش عن كده، يعني 8 سنين تقريبا، ان هي تغير وتلبس وتنظف ومناديل مبللة. يتي يا ناس، يتي يا ناس على السلوبيتا القمر واصفر وابيض يجنن، حلوين خالص ما شاء الله عليهم. بنوتة جميلة جميلة، شفت لها كذا فيديو. ماما بتصورها على طول وهي بتبقى، اكيد ماما بتساعدها، يعني اكيد ما بتعملش ده كل لوحده، مش هتحمل بيه لوحده، واكيد مش هتطمن عليه وهو بياخد الشاور بتاعه والحمام بتاعه. وبنوتة صغننه زي دي هي اللي ماسكاه يعني. يا روحي يا ناس، بس هم جمال. فيديوهات الاولاد بتاعتهم جميله. بتخليني دايما كل ما اشوف عقبال اولادنا يا جماعه، سخنونا يا ناس. الا بقى الكريمات بقى واللوشنات يعني انا افتكر في بناتي كنت بجيب اللي هو اللوشن والحاجات دي، بس خلاص هم 6 شهور وشكرا، هم بقى بيستمروا. والحاجات للوش علشان عندهم درجة الحرارة اوقات بتبقى منخفضة جدا، فدوت بيخلي الوش يحمر او يشقق او اي حاجة. غير بقى الكريمات اللي للجسم وبيدوهم فيتامينات. شفت فيديوهات حلوة قوي ليهم قوي كده. بص بتلعب معايا ناس حلوة قوي قوي قوي. بصوا جميلة خالص، تغير له هدومه، ظبط له حلو زي ما قلت لكم. حتى لو الفيديوهات دي بتتعمل علشان التصوير او علشان محتوى معين، ولكن بتعود البنت او بتعود الولد على الاعتماد على النفس. ازاي ان هم يعتمدوا على نفسهم لما بيكبروا، بيبقوا عادة واكتسبوها. ففعلا حاجة حلوة جدا. بس انا اعتقد ان في ناس برضو قالت لي قبل كده ان هم بيحاولوا يخلوا اولادهم يعتمدوا على نفسهم في حاجات كتير جدا، لان بس الجديد عليا ان انا اخلي بيبي يغير لبيبي، بيبي حمي بيبي. يعني احنا بنخاف البيبي يتمزق، البيبي يحصل له يتلوح، البيبي يحصل له حاجه. نخاف على البيبي الكبير نفسه، يكون الطفل الصغير حمل عليه، مش قادر عليه او على خدمته او على انه هو يعمل له حاجات كتير. بس اللي يشفع هنا ان اللي بيصور اكيد الام، او ولو مش الام اللي بتصور، الام بتبقى واقفه وشايفه كل اللي بيحصل. بس عامه الاعتماد على النفس، وان احنا نعود اولادنا ان هم يساعدونا وايدهم تبقى في ايدينا في كل حاجه، دي حاجه مهمه جدا.